النهارده هنقدم لكم حلقة من برنامج إحنا الشباب من داخل أكاديمية الفنون، تحديدا المعهد العالي للفنون الشعبية، بالأخص قسم فنون الأداء شعبة الرقص الشعبي والألعاب الشعبية. أنا النهارده هكلمكم عن الرقص الاسكندراني. هكلمكم النهارده عن أنواع الرقصات ومن أهمها الرقص في المجتمع الصعيدي، وكمان هعرفكم عن رقصة الحجالة. خريجة المعهد العالي للفنون الشعبية وبدرس في المعهد العالي للفنون الشعبية. حضرت الماجستير وعملت الماجستير وعملت الدكتوراه، وبدرس بساعد في القسم في معهد الفنون الشعبية، قسم فنون الأداء الشعبي، شعبة الرقص الشعبي والألعاب الشعبية. القسم ده بندرس فيه الرقصات الشعبية في محافظات مصر، وبندرس برضو الألعاب الشعبية في جميع محافظات مصر. بناخد الرقص بناخد كل محافظة الرقصات الشعبية بتاعتها. مثلا بندرس الصيادين، بندرس الصعيد، رقصات الصعيدي، الاسكندراني، كل حاجة بمحافظتها. محافظة الاسكندرية بناخد منها الاسكندراني، رقصة الاسكندراني. محافظة الصعيد في التحطيف في الصعيد، إذا كان هي لعبة أو رقصة بناخدها، بنعرف عاداتها وتقاليدها وتاريخها، بنعرف كل حاجة عن الرقص الشعبي فيها. بندرس ملابسها، بناخدها من البيئة الأصلية بتاعتها، بنشوفها في الميدان، بننزل نشوف الرقصة أصلا في الميدان إزاي اتعملت، وبناخدها ندونها من ملابس، من عاداتها، من تقاليد. مثلا خدنا الصعيد، في كل محافظة بناخد الرقصات. في رقصات الكفة في الصعيد برضو، في التحطيف في الصعيد، في الاسكندرية الاسكندراني في اسكندرية، بناخد في الفلاحي في الفلاحين، في الرقص في الأفراح. بندرس عادات الزواج، الرقص في عادات الزواج من الخطوبة حتى الزواج، الرقص فيه يعني شكل الرقص في الأفراح بتاعتهم. بندرسه برضو، بناخد الرقصة من البيئة برضو بتاعة الفرح، بناخدها بندونها، لابسين ايه، عاملين رقصات ايه، بيحركوا ايديهم ازاي، بنشوف البيئة الأصلية بتاعتها، ونشوفها ازاي في ناس بقى خدوا الرقص ده واستلهموه على المسرح. مثلا زي محمود رضا مثلا خد الرقص من البيئة وعملوا في فرقة، استلهموا على المسرح ازاي بنفس. مثلا عمل التحطيب، مثلا التحطيب، رقصة التحطيب الصعيدي مثلا خدها من البيئة، العصاية، شكل العصاية على المسرح ازاي بيلعبوا فيها، خدها بمنظوره مثلا، بنظرته، بفكرته، واستلهمها على المسرح. مثل برضو اي فرقة تانية برضو خدت الرقصات من بيئتها الأصلية وحطتها على المسرح. فاحنا بندرس الرقصات الشعبية في مختلف المحافظات.
القسم عندنا بيبقى فيه 6 مقررات، كل مقرر بيتكلم عن محافظة شكل، زي مثلا النوبة، المدن الساحلية اللي هي زي مدن القنال وكده، اللي هي الإسماعيلية، بورسعيد. عندنا برضو ألعاب شعبية، بندرس برضو الألعاب الشعبية اللي هي اندثرت واللي لسه موجودة. بندرس في مقرر في القسم اسمه ألعاب شعبية، مقرر واحد ده بندرس فيه الألعاب في الإمارات، بس بندرس برضو الألعاب المشابهة ليها في مصر، زي مثلا لعبة الكبة في الإمارات اسمها أم الأربع، بتختلف على حسب الاسم في اللعبة. فاحنا بناخد اللعبة من هنا واللعبة من هنا، بنشرحهم ونعمل لهم وجه مقارنة. أنا دخلت القسم ليه؟ لأن أنا أصلا عندي موهبة الرقص، حبيت ان انا اطور من ده ودخلت القسم. كنت بدرس فيه، انا مش برقص بس، انا بدرس وبفهم انا بعمل ايه والحمد لله ناجحه في ده. وبرده عندنا في المعهد هنا بيعملوا لنا يوم الالعاب الشعبيه، بنلعب كل اللعب اللي احنا كنا بنلعبها واحنا صغيرين، وهي دلوقتي اصلا مش موجوده قوي. فاحنا يعني بنحاول بقدر الامكان، دورنا في المعهد هنا ان احنا نحافظ على التراث اللي هم يعني اندثر بالنسبه للناس اللي موجوده، فاحنا دورنا هنا ان احنا بنحافظ على ده. بناخد هنا في المعهد ماده لياقه. اللياقه دي بتساعدنا كتير جدا على الحركه، وان احنا يبقى جسمنا لين في الرقص، او بناخد باليه علشان الستايل بتاعنا في الرقص وكده. اكتر الرقصات اللي انا حبيتها في المعهد، هو بصراحه الرقصات كلها انا بحبها، بس في بقى البمبوتي، في الاسكندراني، في الفلاحي، في الحجالة. الرقصات دي كلها حلوة وحبيتها جدا، والحمد لله أنا مبسوطة في المعهد ومبسوطة باللي الدكاترة بيقدموه لنا. هو أنا أصلا عندي موهبة تانية غير الرقص، عندي موهبة غير الرقص هي الغنى، فبرضو المعهد هنا بيساعدني إن أنا أطور من ده واطور من الحاجه اللي انا داخلها، اللي هو القسم اللي انا داخلاه. فالمعهد هنا بيساعدنا على كل حاجه، سواء تمثيل، سواء رقص، سواء غنى. فده كله اصلا يعني فيهم علاقه تكامليه، بيكملوا بعض. فالحمد لله انا زي ما بيقولوا كده فنانه شامله، والحمد لله ناجحه هنا وبطلع الاولى على طول. فالحمد لله المعهد بيقدم لنا حاجات كتير قوي حلوه، وبحب اشكر جدا الدكتور سمر، علشان هي مش العامده بتاعتنا بس، هي امنا يعني هي بتعمل حاجات حلوه صراحه للمعهد وللبنات بتاعت المعهد وكل الناس اللي في المعهد، فانا بحب اشكرها جدا جدا. طبعا لما درست في المعهد، اول ما دخلت المعهد خالص كان في غلط في المسمى بتاعه كفنون شعبيه، ان انا كرقص او يعني او الكلام ده. فلما دخلت المعهد عرفت كل حاجه اكتر عن الفلكلور عموما، وعن التراث بتاعنا، وعن المقصورات الشعبيه بتاعتنا، وحبيت ان انا اتعمق اكتر في الرقص. فدخلت الشعبه بتاعتي، شعبه الرقص، لان انا كنت وما زلت يعني راقص في الفرقه القوميه للفنون الشعبيه. كنا بنتعلم كل انواع الرقص، بس ما بنتعمقش في المعلومات بتاعته، ما بنتعمقش ازاي جه الرقص او اتعمل ازاي، او ليه العصيان بيرقصوا بيها في الصعيد، او ليه مش عارف الحجاله بترقص في البدو. فكل ده طبعا عرفناه في المعهد. وحاليا دلوقتي بحاول برضو اتعمق اكتر في الرقص، وبروح زي يعني زيارة ميدانية كتير في جميع محافظات مصر. والحمد لله دلوقتي حاليا بقيت مدرب فريق الأكاديمية للفنون الشعبية، وطبعا بنشارك في عدة أنشطة كتير. بنسافر برضو جوه مصر أو بره مصر على حسب الفعاليات اللي بتتعمل. أكتر الرقصات اللي أنا بحبها الرقص الصعيدي اللي هو الرقص بالعصا، والمشروع بتاعي كان متعمق أكتر في الرقص النزاوي بالعصا ده، لأن بيبين كل العادات والمعتقدات والتقاليد بتاعة البيئة نفسها من خلال الرقصة. يعني من خلال الرقصة احنا بنعرف البيئة بتفكر ازاي، بتلبس ايه، بتشرب ايه، بتاكل ايه، بيتكلموا ازاي، كل الكلام ده.
درسنا في المعهد اول حاجه خالص بدأناها ان احنا بندرس الرقص من اول تاريخه خالص، من اول العصر البدائي، ان اصلا ما كانش فيه كلام، ما كانش فيه اي حاجه الانسان يعبر بيها عن نفسه غير التعبير الحركي، ان احنا نعبر بجسمنا، نعبر بالحركه. فكان في طقوس بالرقص. فدي كانت بدايه دراستنا، ان احنا درسنا الرقص من العصر البدائي، من بدايته خالص. بعد كده دخلنا على ان احنا ناخد كل مقرر. احنا عندنا 6 مقررات، بناخد كل محافظة في مصر بالعادات والتقاليد بتاعتها، بنعبر برضو عنها ازاي من حيث الرقص، ان احنا بنرقص علشان مش مجرد ان احنا بس بنرقص، لا احنا بنرقص علشان نعبر عن عادات وثقافات محافظة من كل محافظة من المحافظات اللي موجودة في مصر. واتعلمت برضو في المعهد، يعني المعهد مش بس بيعلمنا الرقص، احنا عندنا اقسام كتيره، عندنا فنون تشكيليه، عندنا ادب شعبي، عندنا موسيقى شعبيه، عندنا مسرح. المواد بتاعتنا ان احنا بناخد من كل قسم ماده منه، او الحاجات يعني مثلا الاساسيات بتاعته او البدايات بتاعته، بحيث ان احنا نبقى عندنا معلومات عن كل حاجه، مش بس الرقص. بندرس كل حاجه علشان يبقى عندنا فكره عن يعني مثلا الرقص مرتبط بالموسيقى، فاحنا مش هنرقص بس، احنا كمان هنعرف موسيقى علشان الاثنين بيكملوا بعض. احنا بنعمل عروض كتيره، يعني احنا مش بس مسابقات تبع الدوله، لا احنا كمان بنعمل مسابقات، بنعمل عروض في الاوبرا، بنسافر بره مصر كمان. احنا بنسافر دايما السعوديه، وبنسافر الامارات، بنعمل عروض بره، بنشارك في مهرجانات واحتفالات بره ليها علاقه بالفنون الشعبيه في مختلف الدول، من ضمنها مصر طبعا. انا امنياتي ان انا مش بمجرد ان انا ما اتخرج من المعهد ان انا علاقتي تتقطع بالرقص او بالمعهد، لا انا حابه ان انا افضل اشارك في المهرجانات والعروض اللي احنا بنعملها دايما، وافضل دايما برقص وبعبر عن الثقافات في مختلف البلاد والمحافظات. القسم ده وقبل ما انا ادخله انا كنت كل فكرتي عنه ان احنا بندخل بنرقص، ما اعرفش اي حاجه. بس لما دخلت اكتشفت حاجات كتير جدا، اكتشفت اقسام انا ما كنتش اسمع عنها ولا اعرف ان الحاجات دي مثلا ممكن تكون ان هي بتدرس، زي الفن التشكيل، زي التصوير، علم الفولكلور، العادات والمعتقدات. انا ما كنتش اعرف ان احنا بندرس العادات والمعتقدات بتاعتنا اللي هو الزار والمولويه والكلام ده كله، وما كنتش كمان اتوقع ان انا ممكن اشتغل الحاجات دي. انا لما دخلت الاكاديميه في اول سنه خالص ليا اشتغلت في مهرجان اسمه مهرجان فنون الاداء. المهرجان ده انا رقصت فيه في الافتتاح وفي الخاتمه. عملنا اسكندراني، واسكندراني دي يعني من بعدها هي بقت اقرب رقصه ليا. تاني سنة برضو في مهرجان فنون الأداء برضو رقصت برضو اسكندراني. بقالي 3 سنين في الأكاديمية، أنا في المستوى الثالث، بدرس في قسم فنون الأداء شعبة رقص شعبي. بحب القسم بتاعي. زمان وأنا صغيرة كنت برقص فنون شعبية في قصر الثقافة، ولما كبرت شويه انا كده انا عندي موهبه شامله اللي هو الرقص والغنى والموسيقى، بس ما كنتش مهتميه بالرقص قد الموسيقى والغنى والعزف والتمثيل والكلام ده كله. بس لما دخلت المعهد العالي للفنون الشعبيه اهتميت اكتر بالموضوع. كان في حاجات كتير ما كنتش عارفاها، كان في حركات كتير ما كنتش فاهماها، كان في رقصات برضو انا كنت برقص بس ما كنتش برقص الرقص كشامل بفنون شعبيه. بقى عندنا في الاكاديميه بتاعتنا في القسم بتاعنا بقى في الفرقه بتاعتنا دي بقى ليها برنامج شامل للرقصات، بنقدر ان احنا نطلع في اي مكان بره لما بنطلب بنعرض الرقصات بتاعتنا دي. احنا بندرس مواد خاصه ومواد
عامه بقى يعني شامله الاكاديميه يعني شامله المعهد كله. احنا بندرس علم وظائف الاعضاء، بندرس باليه كلاسيكي، بندرس لياقه حركيه. اهم الرقصات اللي انا بحب ارقصها المنبوطي، لان بحس ان هو بيديني باور، وكمان بيبقى فيه تشكيلات مختلفه. بحب برضو الاسكندراني، لان انا اول لما دخلت المعهد بتاعي اشتغلته كذا مره. انا اللي خلاني اخش القسم دوت ان انا قبل ما اعرف اصلا ان في معهد فنون شعبيه، انا برقص في فرقه تبع وزاره الشباب والرياضه من وانا عندي 10 سنين. فلما لقيت ان في حاجه بتدرس الحاجه اللي انا بحبها، بدات ان انا اشوف، واول ما جالي الفرصه ان انا قدمت. المعهد هنا بيقدم لي كل حاجه انا اقدر استفاد منها، من رقصات، من ان انا اقدر دلوقتي افهم واقدر اصمم عرض ليا انا خاص. المعهد بيتكلم عن حاجات كتير جدا، وفي القسم بتاعي بتكلم عن الرقص بالشكل العام، من صعيدي، فلاحي، نوبي، اسكندراني، منبوطي. كل الرقصات انا بقدر دلوقتي افهمها، واقدر اعرف الخطوات والحركات بتاعتها، طريقة اللبس بتاعهم، المزيكا اللي هم كانوا بيعملوها، الآلات، هل الآلات كانت حية ولا مسجلة. شاركنا في حفلات بتبقى تبع المعهد خارجية وداخلية. ليه برنامج كان عملناه، قدمنا رقص صعيدي، وقدمنا بنبوطي، وقدمنا فلاحي واسكندراني وحجالة. قدرت افهم ان كل محافظة ليها عادات وتقاليد خاصة بيها هي، من دوت طبعا من المواد اللي درستها من داخل القسم وخارج القسم. اكتر حاجة اشتغلتها وحبيتها كانت الحجالة. هي رقصة حلوة فيها تشكيلات وحركات كتير. نيتي ان شاء الله ان انا اخلص ال4 سنين بتوع الجامعة، انا فاضل لي ترم وسنة، وان شاء الله هبدأ اعمل ماجستير والدكتوراه وابقى حاجة يعني حلوة في القسم بتاعي.